النهارده مش مجرد فيديو جديد، النهارده اول حلقه من برنامج في السهرة. برنامج هنحكي فيه قصص التاريخ والاحداث الغريبه اللي حصلت بجد والشخصيات اللي غيرت العالم. بس مش هنحكي لك المعلومه وخلاص، احنا عاوزين نعيش الحكايه وتخرج منها بحاجه تفضل معاك بعد ما الفيديو يخلص. وحكايتنا الاولى تبدا في بغداد من اكتر من 1000 سنه. كان في راجل قاعد قدام ورق بيحاول يحل مشكله بسيطه جدا في شكلها، لكن محدش كان يعرف وقتها ان الطريقه اللي هيفكر بيها في المشكله دي هتفضل عايشه بعده ب1000 سنه. مفيش كمبيوتر قدامه، مفيش آلة حاسبه، مفيش شاشه بتنور، ولا حتى كان عنده فكره ان يوم من الايام هيبقى في جهاز صغير في ايد كل واحد فينا اقوى بالاف المرات من اي اداه كان ممكن يحلم بيها. كل اللي كان قدامه ورقه وقلم وعقل مش راضي يكتفي بالحل. الراجل ده كان اسمه محمد ابن موسى الخوارزمي، والغريب انك ممكن تكون ما تعرفش عنه حاجه تقريبا، لكن اسمه نفسه بعد ما اتغيرت لغته مع الزمن بقى واحد من اشهر كلمات في عالم التكنولوجيا. الجوريزم. الجوريزم الكلمه اللي بتسمعها النهارده في البرمجه والذكاء الاصطناعي ومحركات البحث، وراها حكايه راجل عاش في بغداد من اكتر من 1000 سنه. تعال نرجع للزمن ده. بغداد في القرن التاسع الميلادي ما كانتش مجرد عاصمه سياسيه، كانت مدينه بتغلي بالمعرفه. كتب جايه من الهند وفارس واليونان، لغات مختلفه، علوم مختلفه، وافكار عمرها مئات السنين بتتنقل من عالم لعالم. وفي وسط المشهد ده ظهر الخوارزمي، عالم رياضيات وفلك وجغرافيا، لكن الاهم من كل لقب دول انه كان عنده طريقه مختلفه في التفكير. هو ما كانش بيسال بس ايه الاجابه، كان بيسال سؤال اخطر: ازاي اوصل للاجابه؟ الفرق بينهم طبعا صغير في الكلام لكنه ضخم في التاريخ، لانك لما تعرف اجابه مساله واحده انت حليت مساله، لكن لما تكتشف طريقه تمشي بيها خطوه بخطوه وتستخدمها كل مره علشان توصل للحل انت ما حلتش مساله، انت صنعت طريقه. وده كانت من اهم الافكار اللي ارتبطت بارث الخوارزمي. في كتابه الشهير في الجبر والمقابله شرح طرق منظمه لحل مسائل رياضيه، ومن عنوان الكتاب نفسه خرجت كلمه هتسافر بعد كده للعالم كله: الجبرة، اللي هو الجبر. وما وقفش هنا، الخوارزمي ساهم في نشر طرق الحساب بالنظام العددي الهندي في العالم الاسلامي، والنظام ده انتقل بعد كده لاوروبا وشارك في تطوير المعرفه الرياضيه والفلكيه والجغرافيه في عصره. يعني الراجل كان بيتعامل مع ارقام وخرائط وحسابات وحركه نجوم، وفي وقت كان فيه معظم الادوات اللي احنا بنعتبرها بديهيه النهارده لسه ما جاتش اصلا. لكن هنا تبدا اغرب رحله في الحكايه، لان كتب الخوارزمي ما فضلتش في بغداد، المعرفه بدات تتحرك من العربيه للاتينيه ومن العالم الإسلامي لأوروبا، والعلماء الأوروبيون بدأوا يقروا وينقلوا ويدرسوا المعرفة اللي وصلتهم. واحد من أشهر الناس اللي استفادوا من طرق الحساب دي كان ليوناردو دي بيزا، المعروف باسم فيبوناتشي. لكن وسط الرحلة دي حصلت حاجة غريبة جدا: اسم الخوارزمي نفسه بدأ يتكتب باللاتينية بصيغ مختلفة، وبمرور الوقت الاسم خرج من كونه اسم شخص وبقى اسم الفكرة. وبعد قرون من التحولات اللغوية وصلنا للكلمة اللي انت عارفها النهاردة: الجوريزم، الخوارزمية. يعني تخيل معايا المشهد: محمد ابن موسى الخوارزمي مات من أكتر من 1000 سنة، الكمبيوتر ما كانش موجود، الإنترنت ما كانش موجود، الذكاء الاصطناعي اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي كان أقرب طبعا للخيال، ومع ذلك اسمه وصل لكل ده. وده الجزء اللي يخلي القصة أكبر من مجرد معلومة لطيفة عن أصل كلمة، لأن الخوارزمي هو كان بيشتغل علشان مشاكل عصره. ما كانش عارف إن بعد قرون هيجي عصر الكمبيوتر، ولا كان عارف إن كلمة مرتبطة باسمه هتبقى أساسية في علوم الحوسبة. هو كان ببساطة بيعمل الحاجة اللي قدامه، يسأل، يجرب، يكتب، ويحاول يفهم. ودي يمكن أهم حاجة في الحكاية كلها. احنا ساعات بنتخيل إن الناس اللي غيرت العالم كانت عارفة من البداية إنها تغير العالم، كأن الخوارزمي صحي الصبح وقال أنا النهارده هعمل حاجة الناس هتستخدمها بعد 1000 سنة. طبعا لا، هو ما كانش يعرف ده، وده اللي يخلي الحكاية ملهمة أصلا، لأن معظم الناس اللي تركوا أثر حقيقي في التاريخ كانوا بيعملوا شغلهم في وقتهم من غير ما يعرفوا حجم الأثر اللي هيطلع منه. فلو أنت عندك فكرة النهارده ومحدش شايف قيمتها، لو عندك مشروع ولسه صغير، لو بتتعلم حاجة ولسه محدش يعرفك، لو بتكتب أو بتخترع أو بتجرب أو حتى بتحاول تحل مشكلة شايفها تافهة، ما تستهينش بالبداية. الخوارزمي نفسه بدأ من سؤال عن طريقة الوصول للحل، لكن السؤال ده عاش اكتر منه. وده الفرق بين انك تستهلك المعرفة وانك تصنع معرفة. والحقيقة ان الفخر هنا مش اننا نقعد نقول بصوا احنا كان عندنا علماء زمان، لا، الفخر الحقيقي انك تعرف ان جزء من تاريخ العلم اللي بنستخدمه النهاردة اتبنى على ايد علماء من منطقتنا، كانوا بيتعلموا من حضارات قبلهم ويضيفوا عليها وينقلوها للي بعدهم. الحضارة عمرها ما كانت مسابقة تقول مين اخترع كل حاجة، الحضارة سلسلة، كل جيل بياخد حاجة من اللي قبله ويزود عليها حاجة ويسلمها للي بعده. والخوارزمي كان حلقة مهمة جدا في السلسلة دي. لكن السؤال الحقيقي دلوقتي مش الخوارزمي عمل ايه، السؤال الحقيقي انت هتضيف ايه، لانك عايش في زمن عندك فيه ادوات ما كانش اعظم علماء التاريخ يقدروا يحلموا بيها. معلومة كانت محتاجة شهور عشان توصل، دلوقتي في ثواني
تاني. كتاب ممكن يكون نادر جدا دلوقتي تقدر توصل له بضغطة، وأداة حساب كانت محتاجة عقل وورقة وساعات طويلة دلوقتي موجودة في جهاز في جيبك. ومع كل ده احنا احيانا بنقنع نفسنا ان احنا مش قادرين نبدأ، لسه بدري، ما عنديش امكانيات، مين هيهتم؟ انا مين اصلا؟ الخوارزمي كان مين؟ انسان عاش في زمن مختلف تماما، ما كانش عنده اي ضمان ان اسمه هيعيش، لكن كان عنده حاجة اهم، انه اشتغل. وده يمكن اعظم درس في حكايته. انت مش مطلوب منك تعرف العالم هيقول عليك ايه، مش مطلوب منك تعرف فكرتك هتنجح ولا لا، ومش مطلوب منك حتى انك تبقى مشهور. المطلوب انك تعمل افضل حاجة تقدر تعملها في الوقت اللي انت عايشه، لان ببساطة ما تعرفش اثرها هيوصل لفين. ممكن تموت الفكرة وممكن تنجح وممكن تتغير، وممكن حد ياخدها ويبني عليها حاجة اعظم منك. وده مش معناه انك خسرت، بالعكس، يمكن اعظم حاجة ممكن تحصل لفكرتك انها تعيش بعدك. الخوارزمي نفسه مش عندنا صورة مؤكدة نعرف منها شكله، صوته ما وصلناش، تفاصيل كتير من حياته اختفت مع الزمن، لكن اسمه لسه موجود. كل مرة كلمة الجوريثم تتقال جزء من حكايته بيرجع للحياة. وده يمكن اجمل انتصار ممكن يحققه انسان، ان جسمه يختفي لكن اثره يفضل يتحرك، من ورقة في بغداد لكتاب في اوروبا لشاشة في ايدك بعد اكتر من 1000 سنة. علشان كده المرة الجاية لما تسمع كلمة الجوريثم افتكر انها مش مجرد كلمة في البرمجة، دي وراها انسان كان عنده سؤال، والسؤال اتحول لفكرة، والفكرة اتحولت لمعرفة، والمعرفة سافرت عبر الزمن. وده بالظبط اللي بيحصل لما انسان واحد يقرر انه ما يكتفيش بالحياة اللي لقاها قدامه، ويحاول يضيف عليها حاجة. يمكن محدش يعرف اسمه، يمكن محدش يسقف لك في البداية، يمكن حتى انت نفسك مش عارف هتوصل لفين، بس ابدأ اتعلم، جرب، اغلط، حاول تاني، وسيب حاجة وراه، لانك مش عارف، يمكن بعد مئات السنين حد يقف قدام اثر صغير انت عملته ويبص له ويقول مين الراجل ده، زي ما احنا بنبص النهارده على اسم الخوارزمي ونكتشف ان راجل من بغداد عاش من اكتر من 1000 سنة لسه بيشتغل معانا لحد النهارده.